We're going where? Yeah, ready? Yes. Huh? Tired? Yes. يلا let's go let's go. راح ناخذكم اليوم من دبي إلى المالديف. اجينا المطار الساعة 12 وسوينا تشيك ان بنفسنا وياها تكنولوجيا جميلة. طيارتنا الساعة 4 بس نحب نجي للمطار من وقت حتى ما نقضي وقتنا ركض وارتباك. تعبان؟ جوانة؟ كلش تعبانة كلش جوعانة، أريد أنام، أريد أكل، أريد مساج، أريد أشيل أظافيري، سويت أظافيري وتوجعني، أريد أشيلهم كلش حبيتها هاي كلش مفيدة بالصحة. صدق؟ الساعة حاليا 2:15 قاعدين ناكل باستا. ليش؟ لأنه ما واكلين طول اليوم، لأنه ماكو اختيارات هواية، أكو يعني بس يعني هذا اللي جت نفسنا عليه. 32 درهم شوي برتقال عصير. ركبنا الطيارة وكنا كلش تعبانين. الرحلة من دبي إلى المالديف 4 ساعات وشوية، فأول ما طارت الطيارة قضيناها نوم. وصلنا المطار مالي بالسلامة، وهذه ثاني زيارة لنا للمالديف، وشفنا هالمرة تغيير وتحسين بالإجراءات. وعلى فكرة الفيزا للمالديف للجميع عند الوصول، بس تحتاجون تعبون فورم قبل ما تجون. طبعا بعد ما تاخذون جراتكم ويستقبلكم أحد من المنتجع اللي رايحين له، تسوون تشيك إن مرة ثانية وتاخذون تذاكركم، وبالباص ياخذوكم لللاونج اللي راح تاخذون بالطيارة أو القارب للجزيرة اللي حاجزين بيها. مثل ما قلت مغيرين ومحسنين هواية بالوضع. هذا المبنى جديد بالكامل، ما كان موجود قبل، به كل اللاونجز اللي فيه تنتظرون طيارتكم اللي راح تنقلكم للجزيرة. اللاونج كان كلش جميل ونظيف ومريح، وحاط لكم شوية سناكس تقضون بيها وقت لحد موعد الطيارة. ومن اللحظة هذه تبدون تحسون أن إجازتكم وخدمة ال5 نجوم والدلال بدت. هسه جاء موعد طيارتنا البحرية المائية، وطبعا ريان نيرفس كلش نرفز. آخر مرة كنا بيها يعني كانت التجربة مش ولا بد، خصوصا بالرجعة. هسه حلوة يعني التجربة غير، بس ريان كلش خايف. Are you scared؟ of heights. يخاف من المرتفعات، وتخيلوا طيارة بحر هسه تشوفوها. We need to adjust this camera because last time we went, the guy was getting flying lessons and it was scary. هسه اجا موعد طيارتنا ورايحين نركب بالطيارة. هذه هي الطيارات البحرية اللي راح نكون على متنها لمدة 40 دقيقة لحد ما نوصل الجزيرة. متحمس؟ Even this one? Okay. Be careful, mind your head. Okay. Please sit at the front, sir. Front? Yeah. Mind your head. Sir, Sorry. where do I sit? You can sit there, guys, in the window. I will see if the pilot's not sleeping. Inshallah, bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inshallah. ولا راح سيف. إن شاء الله ولا راح سيف. آمين. تجربتها كلش فريدة، والطيارين كلش كاجوال وماخذين راحتهم. تخيلوا طيارة ما بيها حتى مكيف. انطلقنا وريان متوتر، بس كانت الرحلة سلسة الحمد لله، والمناظر اللي تشوفوها من فوق بديعة. وحتى الهبوط كان كلش سلس. وصلنا للمنتجع وبدأ الاستقبال. هذا الاستقبال اللي يخليك تحس نفسك شخصية مهمة.
so much. وهنا بدأوا ينطونا نبذة عن برنامجنا والنشاطات اللي راح نسويها خلال الأيام اللي راح نقضيها هنا. Okay. هذا أسفان راح يكون مرافقنا ومساعدنا بهاي الرحلة. أي شيء نحتاجه ونريد نكتب له على الواتساب وهو راح يساعدنا ويسويه. وغالبا كل المنتجعات ال5 نجوم اللي راح تروحوا لها راح يكون وياكم هذا الشخص. أخذنا أسفان لفة سريعة بالجزيرة نتعرف عليها وبعدها راح يودينا على الغرفة نبدل ونرتاح. Yeah. Thank you. خلينا ناخذكم فرة بالفيلا مالتنا. طبعا يجيب لكم بايسكلات يحطوها يمكم بالغرفة. نجي نفتح الباب نقول بسم الله وندخل. بعد ما جينا الغرفة بدلنا بسرعة وانطلقنا للريوق لأن كان باقي نص ساعة على البوفيه ويتسكر. البوفيه هو المطعم الرئيسي بالجزيرة ويسوون بيه الريوق والغداء والعشاء، يعني 3 وجبات، والأكل ما شاء الله متنوع وكل يوم جدول شكل ما يتكرر. واللي حبيته مهتمين جدا بالأطفال ومسوين لهم بوفيه خاص بيهم. بعد الريوق رحنا على الدايفنج سنتر ناخذ عدة السنوركل أو الغطس، لأن هذا أكثر شيء متحمس إلى ريان. وهذه العدة تجي مجانا مع الحجز وترجعوها آخر يوم قبل لا تسوون تشيك أوت، بس إذا ضيعتوها أو خربتوها تدفعون مبلغ عليها. وهسه خليني أنطيكم نبذة عامة على المنتجع اللي إحنا بيه. المنتجع اسمه جاواكارا، وهو عبارة عن جزيرتين متصلات ببعض بأطول جسر موجود بكل منتجعات المالديف، وطوله 650 متر. المنتجع هذا يعتبر من أكبر المنتجعات بالمالديف، والريف الموجود بهذا الجزيرة ماخذ جوائز كواحد من أحلى الأماكن للغوص. الجزيرة كلش كبيرة، بيها مسبح عام مطل على غروب الشمس، ومثل ما قلت مهتمين جدا بالأطفال ومخصصين لهم مسبح خاص ومكان ألعاب وحضانة، حتى الأهل ياخذون راحتهم ويستمتعون والأطفال همين يستمتعون. والجزيرة بيها هواية نشاطات مثل ملاعب بادل، كرة قدم، وأكبر ملعب غولف بكل جزر المالديف. المنتجع بيه 3 مطاعم، مطعم ياباني، مطعم إيطالي، والبوفيه الرئيسي اللي شوفت لكم إياه. من أحلى الأشياء بالجزيرة الخضار والأشجار اللي عمرها 200 سنة وأكثر. بيها طبعا فيلل على البحر وفيلل على الشاطئ، وإحنا نحب دائما ناخذ فيلل البحر حتى نشوف هذه المناظر كل يوم. كلش حلو. كلش حلو. إلى لقاء آخر.